أبنية مهندسة بمداخل وميادين موشاة بفنون العمارة والتشكيل، تشكلت منها هذه المدينة منذ مئات السنين. المدينة القديمة درنة تقع وسط مجموعة الأحياء، حي المغار وحي الجبيلة وحي شارع البحر وحي أبو منصور. أما حي البلاد فهو قلب المدينة القديمة الذي يتوسط مجموعة هذه الأحياء التي ذكرناها سلفا، وبه النشاط التجاري والصناعي المتميز، ويعتبر بؤرة أو نقطة تجمع النشاط الإنساني في مدينة درنة القديمة. ومدينة درنة القديمة هي عبق من التاريخ يعطي ظهره إلى الصحراء ووجهته إلى البحر مصدر الإنسانية والنشاط، وإلى الصحراء مصدر الإلهام ومصدر الأصالة العربية في درنة العربية ذات البعد التاريخي. المدينة القديمة بدرنة تفتح الأبواب المتعددة لزوارها، وتعود معهم لإنسانها الذي أسسها عند وصوله لمصادر المياه التي امتلأت بها جبال ووديان هذه المنطقة، حيث كانت الحياة وحركة التجارة والإقامة. بمعمارها المحلي الذي يناسب عادات وتقاليد أهاليها صممت المدينة، وكان تأثيثها هادئا شفافا، فمن مداخلها المتعددة المسقوف منها والمفتوح راحة في الدخول والخروج، فيما تترابط الميادين كميدان الجامع العتيق الذي يربط بين سوق الخرازة والبياصة الحمراء. سوق الظلام هو مركز النشاط التجاري بالمدينة القديمة لتجمع به جميع مواد الأحياء الخمسة التي ذكرت سلفا، وهذا السوق هو سوق مسقوف به أكثر من 124 محلا، ويمتد من الشمال إلى من الجنوب إلى الشمال، حيث تهويه رياح البحر صيفا والرياح القبلية الساعة لتدفئه. وكان مسقوفا قبل صيانته الأخيرة بخشب مطرز بمقرنصات وبتمييز في أشغال النجارة العربية. سوق الظلام سوق المدينة الرسمي، وهو محمي من الأمطار والرياح والسيارات، حيث يلتقي الصغار والكبار فيه لقضاء حوائجهم التي يجود بها هذا السوق من ملابس وعطور وأقمشة ومجوهرات، وتنبعث الأغاني من المحلات الخاصة بالأشرطة. وفي بعض الزوايا يجلس بعض الحرفيين لتصليح الأحذية. بطول هذا السوق تفرغ فيه الأزقة المجاورة كزقاق العطارين وزقاق دربي، وتتفرع منه مجموعة أقبية وممرات أخرى لمسجدها العتيق بقبابه التي تحيط بها أضواء المدينة، ويختفي وراءها الجبل، وبعلوه تعلو الصومعة ينادي منها المؤذن حي على الصلاة، ليجتمع رواد السوق والباعة وأهل المدينة بالمسجد لتأدية الصلاة. من هذا الزقاق بمحلة البلاد داخل المدينة القديمة ولد وعاش الحاج أحمد صالح سعيد يعقوب. أردنا زيارته ففتح باب بيته واستقبلنا مرحبا. نحن الآن في مدينة درنة بمحلة البلاد، في بيت قائم منذ 300 سنة، نزلت فيه عائشا والحمد لله. من هذا البيت لبيت آخر اختير ليكون بيت درنة الثقافي الفني، يحفظ موروث هذه المدينة من إبداعات، وتنطلق منه الأفكار لإحياء الأمسيات. بمقهى بوشوش العتيق به يلتقي أهل الفكر والفن والكثير من سكان المدينة، يتحاورون ويتناقشون ويستمتعون بعرض لصور ضوئية التقطها بحس فني الأستاذ محمد سويسي المهتم بهذه المدينة، مثلت في مجملها ذكريات المكان وشواهد عاشها الإنسان.